ازيكم طلاب الصف الخامس الابتدائي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده هناخد الدرس التاني، الوحدة التانية في مادة الدراسات الاجتماعية. وقبل ما نبدأ الفيديو متنساش تدعمنا باللايك الجميل والاشتراك في القناة. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. تمام، يلا بينا. اول حاجة عندنا هي المياه. ماشي، عندنا كوكب الارض ده موجود في كوكب الارض. انت عارف بقى ان كوكب الارض ده نسبة المياه فيه كام؟ لا، ما تعرفش؟ هقولك نسبة المياه فيه كام بقى. نسبة المياه فيه 71% المياه. طب انا جايب لك صورة كوكب الارض اهو، شايف الازرق والكلام ده؟ لا، دي نسبة المياه. لكن بقى الابيض والكلام ده دي يابس. هو ده اليابس اللي هنا، ودي الماء. تمام، اليابس نسبته 29% من 71. يعني ايه 71 دي؟ هي الأكبر من مساحة من كوكب الأرض، لكن اليابس 29%. هل تعلم بقى ان ايه كوكب الأرض بيسمى بالكوكب الأرض؟ بيكون الأزرق من كثرة المياه. يعني كوكب الأرض ده بيكون بيسمى بكوكب الأزرق من كثرة المياه. يعني المية دي زي ما قلنا نسبتها 71% أو في المية، بتكون أكبر أكبر المساحة في الكوكب. سؤال بقى هنا يقولك بما تفسر يسمى كوكب الأرض بالكوكب الأزرق؟ ليه بقى؟ هقولك لأنه يغطي 71% من مساحة الأرض، عشان هو نسبة المياه عنده 71%. تمام. عندنا بقى ايه المياه على كوكب الأرض؟ عندنا مياه مالحة ومياه عذبة. المياه المالحة 96% ونص. ماشي، ايه هما بقى المياه المالحة؟ البحار، ادي كده مية، والمحيطات، والبحيرات المالحة، والمياه الجوفية. استنى هنا بقى، ومش انت قلت لي المياه الجوفية دي بتكون مياه عذبة؟ لا، اقولك استنى انت. هي المياه الجوفية لما بتكون بتنزل اي حاجة، الامطار، مية كده، لو هي نزلت عند بحيرة مالحة او بحر هتكون مية مالحة. لو نزلت عند مثلا نهر، حتة بحيرة ناصر كده، هتكون مياه عذبة. فهي على حسب تنزل في انهي مكان. ماشي، المياه الجوفية من المياه المالحة وبرضو من المياه العذبة. تمام. عندنا بقى المياه العذبة كام؟ 3.5 مياه، 3% من مياه ونص عذبة. ايه ده 3.5 ازاي؟ هي مش المياه العذبة دي كبيرة كتيرة يعني؟ اقولك لا، المياه العذبة دي مش كتيرة، دي قليلة جدا. ليه بقى؟ لان المياه المالحة بيقولك كام؟ 96.5، لكن دي 3.5. ليه 3.5 بقى؟ ليه؟ عشان الانهار والبحيرات العذبة والمياه الجوفية والجليد في القطبين. النهر ده زي نهر النيل. انت لو مثلا في بالك بتقول ان دي بقى المياه دي ما بتخلص وتستهلك فيها بكميات كتيرة، هيجي في وقت في مصر هيجي جفاف ومش هتعرفوا تشربوا ولا اي حاجة. فدي بتسمى مياه عذبة، عشان لو انت قعدت تستهلك كتير مش هتلاقي المياه دي. فعشان كده بنقول ان كميتها قليلة. الانهار من المياه العذبة، البحيرات العذبة هنا البحيرات المالحة وهنا البحيرات العذبة، المياه الجوفية على حسب ما نزلت فين. ماشي، المياه الجوفية كده والبحيرات العذبة. الجليد في القطبين، يعني مثلا لو الجليد ده بيسيح وبيعمل كده فبيكون مياه عذبة، على حسب برضو نزل في انهي حتة. مصدر المياه العذب بقى ايه؟ بسبب تساقط الامطار والثلوج. بسبب ايه؟ تساقط الامطار والثلوج. ماشي. بعد كده ايه المياه في مصر؟ ايه المياه في مصر دي بقى؟ عندنا مياه عذبة ومياه مالحة. اول حاجة عندنا في المياه العذبة نهر النيل والامطار والمياه الجوفية زي ما قلت في فوق اللي هي دي. المياه المالحة بقى البحار والمياه الجوفية برضو زي ما قلت اللي فوق، والبحيرات المالحة. دي المياه في مصر. عندنا نوعين في مصر، عندنا ايه؟ نوعين. تمام. عندنا بقى ايه؟ اولا المياه العذبة. عارف ان المياه العذبة بتجيب كل سنة في مصر كام؟ 55.5 مليار متر مكعب مياه سنويا. ايه ده؟ ايه الرقم الكبير ده؟ اقول لك بقى التفصيل بتاعه. يعني مصر بتجيب مياه عذبة 55.5 مليار متر مكعب مياه سنويا. ونهر النيل وفرعي دمياط ورشيد وبحيرة ناصر يعني بتوصل له المياه دي بالرقم اللي انا قلته ده. ماشي.
طرق الاستفادة من نهر النيل بقى. ايه طرق الاستفادة من نهر النيل؟ قديما انا جايب لك خريطة اهي عشان تطلع بقى. هنا بحيرة ناصر، فين بحيرة ناصر؟ بحيرة ناصر اهي. فين بحيرة ناصر في خريطة؟ بحيرة ناصر في خريطة اهي. تمام، دي بحيرة ناصر بقى، بتوصل لغاية فوق شمالا لغاية لما توصل للقاهرة. تمام، دي بالنسبة للخريطة والمياه العذبة، وبتكون بتجيب كام في السنة الواحدة، كام مية. طرق الاستفادة بقى من نهر النيل. قديما كان مقياس نهر النيل على نهر النيل، يعني أجدادنا القدماء قديما كانوا بيقيسوا على نهر النيل، واستخدموه برضو في النقل والتجارة والكلام ده. وعرفوا بيه الزراعة عشان لما مثلا 100 أمطار تعمل فبيسمى بالفيضانات والكلام ده، فهو ايه بتنتشر البذور بقى وبتنمو كده، فبيسموا عرفوا بالزراعة عشان هما عرفوا الزراعة قديما. حديثا بقى عندنا ايه؟ خزان أسوان والسد العالي. السد العالي لما تنزل مية، السد العالي بقى بياخدها بيحوشها كده عشان مثلا لما المية تقل في مصر، هو بقى يفتح السد العالي ده ويدي الناس المية. وترعة الإبراهيمية والإسماعيلية، كل الكلام ده حديثا. يعني مصر اتطورت عن طريق اللي هي عن مصر اتطورت ان كل شوية بتتطور، يعني بتبدأ من القليل لغاية للصغير للكبير. تمام، زي ما قلنا اللي هو في الدرس التاني الوحدة الأولى، ان هو مصر عصر الاحتلال وعصر الدولة القديمة والحديثة والكلام ده. فكل شوية مصر بتكبر، يعني ما بتكون قليلة بعد كده بتكبر تاني. تمام، عندنا بقى الأمطار. لو انت عايز تشوف الأمطار تشوفها فين؟ في الساحل الشمالي، اللي هي دي اللي انا معلم لك عليها فوق في البحر المتوسط دي. تمام، هي الامطار في الساحل الشمالي بتعتمد عليها الزراعه. طب الساحل الشمالي ده في مدن ايه؟ في مدن الاسكندريه وكل الكلام اللي بتقع فوق، عشان بيكون عندها إيه؟ نسيم البحر. فنسيم البحر ده بيكون بيلطف درجه الحراره شامله. لكن المدن الداخليه فهي بتكون بعيده مثلا عن البحر، زي القاهره، فبتلاقي جو الحراره مرتفع. يعني درجه الحراره مثلا 29 تلاقيها فوق 27 و 28. ده التعبير اللي بيرتب درجة الحرارة. بما تفسر بقى عدم الاعتماد الكلي على مياه الأمطار في الزراعة بالساحل الشمالي. ليه بقى؟ أقول لك، لأن كمية الأمطار تختلف من عام لآخر. يعني المطر اللي بينزل مثلا السنة دي بينزل مثلا قليل، بعد كده العام التاني بينزل كبير، فكل شوية بيتدرج إلى فوق. تمام، عندنا بقى إيه؟ المياه الجوفية في مصر، في الواحات المصرية. يعني المياه الجوفية العذبة، ركز في كلمة العذبة، بتكون في ايه؟ في الواحات المصرية. هنا بقى سؤال غير بما تفسر، بيقولك اكتب نتيجة واحدة على وجود المياه الجوفية في الواحات المصرية. ليه بقى؟ اقول لك انا ليه. لان تعتمد عليها الحياة في الواحات المصرية. يعني وجود المياه الجوفية دي بتكون تعتمد عليها الحياة في الواحة المصرية. دي صورة المياه الجوفية، اللي هو بيجيب لك كده البتاع الكول جردل كده بيطلعوا من وغويط كده، حتة غويطة دي بتطلع منها المية، فدي بتسمى بالمياه الجوفية. تمام، الخزان الجوفي بقى. تعريف خزان الجوفي: هي كتلة صغيرة قادرة على تخزين المياه. تمام، بيقولك بقى ايه أهمية المياه العذبة وأهمية المياه المالحة. الاستخدامات المنزلية في المياه العذبة: الزراعة وصيد الأسماك، وتستخدم في الصناعة والتجارة والسياحة والكلام ده. وبتستخدم في ايه تاني؟ في نقل البضائع. طب أهمية المياه المالحة: صيد الأسماك، وسيلة للنقل البحري. أقول لك بقى هنا حاجة، هنا هقول لك حاجة في العلوم كده بعيدا عن الدراسات. صيد الأسماك، لو أنت مثلا جبت إيه، جبت كوباية ماشي، وحطيت فيها مية وملح، وحط 4 معالق ملح كده. ولما تحط ال4 معالق ملح حطهم على النار، ماشي، هتشوف بقى ايه كده؟ بخار بيطلع، ماشي، والملح ده بيتبخر. يعني المية دي بتتبخر، بتكون من بعد المياه المالحة وبتيجي المياه العذبة. يعني المياه المالحة بتكون مياه عذبة. تمام، وبيكون بقى ايه؟ الملح في القاع بتاع الكوباية، زي ما اشوف كده صورة وناس كده. انا هشرح لك الصورة عشان انا مش جايبها. صورة ناس بتحفر، مش بتحفر، بتطلع الملح من البحر. فده بيسمى التحليل، يعني تحليل المياه المالحة إلى مياه عذبة. وبرضو صيد الأسماك من أهمية المياه المالحة، وسيلة للنقل البحري، يعني اللي هو النقل البحري ده من المياه المالحة. تمام، جهود الدولة بقى ايه في تحليل مياه البحر؟
ايه بقى جهود الدولة في تحليل مياه البحر؟ محطات تحليل مياه البحر، اللي هي دي المحطات زي ما انا مش جايب لك الصورة دي، اللي هو زي ما انا قلت في تجربة العلوم، هي موجودة في الدراسات برضو. تمام. ودي محطات تحليل البحر بتحلل المياه المالحة الى مياه عذبة. اكبر محطة بقى لتحليل البحر في العالم هي ايه؟ هي العين السخنة. طب اليوم العالمي للمياه، اليوم العالمي للمياه اسمه ايه؟ اقصد كام؟ 22 مارس. ليه بقى بيلقب 22 مارس؟ اقول لك انا بقى، علشان اليوم العالمي للمياه ده هم دولة عملت يوم عالمي مياه عشان ايه؟ الناس توفر المياه والتوعية بأهمية المياه العذبة. تمام. وهنا بقى عامل لك سهم كده بالاصفر بيقول لك ليه بقى للتوعية بأهمية المياه العذبة. وبكده ان شاء الله نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. اشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله، هيكون علوم او عربي، ونكمل الدرس الثالث في الوحدة التانية بالدراسات. والى اللقاء.